مرضى السكر والقلب يركزوا في الوصفة دي تقل. ويا بنات مفيدة للبشرة يا حبايبي. بصوا شكلها شبه الوردة، ولما بتتعمل ممكن تفكروها ملوخية، بس هي مش ملوخية. عرفتوها ولا لسه؟ لو عرفتوها انزلوا قولوا لي في الكومنتات، ولو ما عرفتوهاش صلوا على النبي وانا هقول لكم دي ايه. يلا بينا. ما صبحتش عليكم، صباحكم كله خير وبركة يا ولاد. أكلتنا النهاردة بقى اسمها خبيزة، وعلى فكرة ليها كذا طريقة، بس النهاردة هعملها عشانكم بطريقة سهلة. طلبتوها مني في الكومنتات وأنا عنيا ليكم. بصوا بقى، بنفصل الورقة كده، لازم نغسلها مرتين 3، بعد كده نحطها في مصفى عشان تتصفى كويس. الطريقة القديمة بقى بنحط الخبيزة زي ما هي في المية المغلية، ننزل بقى برشة صغيرة من السلق والخضرة المتقطعين. مهم جدا اوعي تغطي الحل. صفيها بقى كده من المية خالص. بعد ما صفينا الخبيزة بقى نرجعها تاني الحلة. خبيزة يعني مفراك، لا ينفع خلاط ولا الكلام ده. بصوا بقى في حلة على النار فيها معلقة سمنة، هننزل ببصلاية مبشورة، اللهم بارك. هتنزل فوق البصل بتاعنا بطماطمايه مبشوره بهوبه. انزلي بقى عليهم بشوربه لحمه، وننزل بمعلقتين رز. ننزل بقى بالخبيزه ننزل بالتشه فوق الخبيزه على طول. دي كانت الوصفه في السريع، لكن هتلاقوا الوصفه كامله بكل التركات والنصايح في الفيديو اللي قبل ده. ادخلوا شوفوه يا حبايبي.